ازيكم؟ ناصر ماهر. ناصر ماهر لعيب واعد جدا، ولعيب جماهير الزمالك يعني اتحمست له جامد اول ما النادي اتعاقد معاه، وتوقعت ان هو ممكن يكون امتداد لعناصر المواهب اللي موجودة في نادي الزمالك ومدرسة الموهوبين، لان هو عنده المقومات لكده. لكن ناصر ماهر اساسا ما استثمرش لغاية دلوقتي الموهبة اللي ربنا اداها له. أداؤه كان الفترة اللي لعب فيها في الأهلي ما كانتش أحسن حاجة، وكان دايما بديل، ما قدرش يثبت نفسه. طلع من الأهلي راح بتروجيت، ما كانتش يعني مسيرة كويسة قوي. راح سموحة لعب موسمين، الموسم الأولاني كان متوسط، الموسم التاني هو اللي توهج فيه وكان مستواه فيه عالي جدا. راح منه لنادي فيوتشر، ما قدرش يثبت نفسه قوي في نادي فيوتشر أو نادي مودرن دلوقتي، لغاية ما الزمالك تعاقد معاه عشان هو لاعب بومسنج أو لاعب متوقع له ان هو المفروض ان شاء الله باذن الله ما يتحط في منظومه زي منظومه الزمالك واداء ممتع زي اداء الزمالك يبدا يبان ويبدا مستواه يبقى عالي. انت لسه اول موسم يا ناصر مع الزمالك، خدت كونفدراليه وخدت كاس افريقيا، كاس السوبر الافريقي من النادي الاهلي، معاك بطولتين قاريتين مع نادي الزمالك، وانت لسه في اول موسم في نادي الزمالك. انت لسه بالقلم الرصاص يا ناصر يا ماهر، لسه ما قدمتش لجمهور الزمالك اللي يشفع له، ولسه ما عملتش اي حاجه في نادي الزمالك. ادائك الفتره اللي فاتت بعد الاصابه مش احسن حاجه، مستواك مش احسن حاجه. ده ما يخليش المدرب لما يستبعدك تعمل مشكله مع المدرب وتعترض انك انت تكون بره ال 18 او تعترض انك انت تكون احتياطي، لان انت لسه مستواك، تخيل، في وسط منظومه الزمالك الحاليه وندره اللعيبه اصلا انت مش قادر تثبت نفسك فيهم. استخبى جوه جمهور الزمالك يا ناصر. جمهور الزمالك هو اللي رجعك، وجمهور الزمالك هو اللي خلاك تروح المنتخب تاني، جمهور الزمالك هو اللي نورك تاني. جمهور الزمالك ونادي الزمالك هم اللي قادرين ان هم يرجعوا ناصر ماهر للصوره تاني. انت لسه 28 سنه، محتاج تشتغل على نفسك، محتاج تثبت لجمهور الزمالك انك انت تستاهل انك انت تكمل في نادي الزمالك عشان يقدر يدعمك. جماهير الزمالك هتقسو عليك طبعا ومش هتسكت طبعا، لان انت كموجود جوه منظومه الزمالك ويحصل موقف زي دوت وتعترض، دي مش حاجه سهله، خاصه ان النادي حاليا بيمر بظروف اداريه اسوأ ما يكون، مستويات فنيه اسوأ ما يكون. فالمفروض ان اللعيبه اللي موجوده دلوقتي تلم على نفسها، والمفروض اللعيبه اللي موجوده دلوقتي تكون قد المسؤوليه. اللعيبه الموجوده دلوقتي تركز ان احنا عندنا نهائي كاس قدام بيراميدز هيبقى قوي جدا، لازم نطلع ببطوله. احنا خرجنا من الكونفدراليه، بطوله الدوري مستحيله، بطوله كاس الرابطه 0% برضه مستحيله. البطوله الوحيده اللي هتنافس عليها السنه دي هي كاس مصر. فمش محتاجين ان احنا في ظل الاجواء ديت والانعدام الوزن اللي موجود في النادي ومجلس الاداره اللي مش موجود معانا اصلا على الارض، ان كمان تيجي لعيبه وتعمل لنا مشاكل، ومطالبين ان احنا ندعم اللعيبه، ومطالبين ان احنا نخلي اللعيبه دي فوق راسنا. اصل ما تدوسوش على اللعيبه جامد، اصل ما تعملوش على اللعيبه جامد. طب اللعيبه عملت ايه؟ اللعيبه عملت ايه لجمهور الزمالك؟ اللعيبه ازاي حاسه بالموقف اللي احنا فيه؟ لاعب خاين، مجلس اداره مش فاهمين هو ناوي على ايه ولا هو بيعمل ايه. هتيجي كمان اللعيبه اللي احنا متوقعين ان احنا المفروض هنبني عليها، والمفروض ان انت لسه 28 سنه، المفروض انك انت تشيل الرايه من عبد الله السعيد، المفروض انك انت تثبت نفسك، جاي تعترض على قرار مدير فني، وجاي تعترض وجاي تعمل مشاكل وجاي يتخصم منك 25%، وجاي 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 وجاي. مش عايزين ندوس عليك يا ناصر، بس احنا يعني خلاص الموضوع بقى بالنسبه لنا زاد عن حده، مش هنسكت تاني خلاص، مش هنحتوي لعيبه تاني خلاص. فوق يا ناصر، لان انت املك الوحيد في كرة القدم هو الزمالك. انت لو طلعت من الزمالك لاي سبب من الاسباب هتتنسي، مش هيبقى في ناصر ماهر اصلا. انت رجعت المنتخب من الزمالك، بدات تتكلم في عقود 30 مليون و35 مليون من الزمالك، وده كله انت لسه ما عملتش اصلا حاجه في الزمالك، بس عشان جمهور الزمالك قوي وبيعرف يحافظ على لعيبته. ناصر انت محتاج تشتغل على نفسك، ومحتاج تهدى شويه، ومحتاج تعرف انت بتلعب فين. ومجلس الاداره محتاج يفوق معانا، محتاج يشوف ايه اللي بيحصل في النادي، محتاج يشوف الهلهله اللي احنا فيها دي هتوصلنا لفين. مش هتفضل مستخبي في لجنه جبتها عمرو الجنايني والاستاذ عمرو الجنايني ولا كابتن ميدو ولا كابتن حازم امام وانت مستخبي جواهم وسايبنا. فين وضع الثلاث نقط يا مجلس يا اداره؟ مش عايزين بس نطلع لمواضيع تانية. احنا بنتكلم عن ناصر ماهر. ناصر فوق. الزمالك ما عادش عنده استعداد دلوقتي لاي لعيب ان هو يعمل اللي هو كان بيعمله دوت.
خلاص باظت. لعيب خان، ولعيب مشي، ولعيب راح، ولعيب جه. ما عندناش استعداد كمان ان حتى اللعيبه اللي موجوده تتني وتتفرد عليا. فوق يا ناصر، ويا مجلس اداره فوق، وشوف ايه اللي بيحصل في الفريق، وشوف ايه اللي بيحصل في الملعب، وشوف الجهاز الفني ده نظامه ايه ووضعه ايه، وهنكمل كده ازاي؟ انت عندك ماتش، اهم ماتش الموسم ده عشان ما نطلعش صفر، هو ماتش بيراميدز. استعد لماتش بيراميدز، جمع اللعيبه، اقعد اتكلم مع اللعيبه، اقعد شجعهم، لم، ما تفرقش. خلاص كده كفايه يا جماعه. ناصر، انا اخر كلمه هقولها لك كلمه صديقي وحبيبي واخويا رامي بيه عبد الله: الكوره شخت يا ناصر. يلا، سلام عليكم.